لا، هي هتفضل تيجي تاني وتالت ورابع وهتيجي قدامك لحد ما انت تتعلمها. يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. وهنا انا في اخر فيديو من السلسله الثانيه اللي بتتكلم عن النفسيه، وهكلمكم عن كتاب لاب طعم فلامينكو. كتاب لاب طعم فلامينكو من احسن الكتب اللي كتبها الدكتور محمد طه. اكشلي الدكتور محمد طه كتب كتب كلها حلوه، اذا كان لاب طعم فلامينكو او ذكر شرعي منقرض او الخروج على النص او علاقات خطره. الثلاث كتب دولت بتوع النفسيه اللي انا قلت لكم عليهم من احسن الكتب اللي انا قراتهم في مجال علم النفس او في مجال الصحه النفسيه. وكمان كتاب ذكر شرعي منقرض من احسن الكتب اللي انا قراتها، هتغير لك فكرك 180 درجه. المهم كلامنا النهارده عن كتاب لاب طعم فلامينكو، وهنعرف يعني ايه لاب طعم فلامينكو. وقبل ما ندخل في الشابتر الوحيد اللي انا عايز اكلمكم عنه في الكتاب، واللي طبعا مش بيلخص اللي جه في الكتاب، عايز اقول لكم ان انت محتاج تقرا الكتاب كله. الكتاب كله فعلا كتاب مليان معلومات ثريه جدا، ولو انت تطرقت للكتابين الخروج عن النص وعلاقات خطره انت محتاج تقرا ده بعديهم، لان علاقات خطره والخروج عن النص بيفتح لك جروح نفسيه جواك وبيعرفك ايه اللي حصل معاك. فبالتالي هنا انت محتاج تخلي الجروح دي تلتئم، ومحتاج تعرف تتعامل ازاي بقى مره تانية مع الحاجات اللي ممكن تحصل لك، لان مفيش حاجه هتفضل على حالها ومفيش حاجه هتقف. لا، هي هتفضل تيجي تاني وتالت ورابع وهتيجي قدامك لحد ما انت تتعلمها. الكارما زي ما بيقولوا عليها مش هتروح من عندك الا لما انت تتعلم الدرس كويس قوي، وكمان تعرف الحاجه دي لما تجيلك تعرف ان انت كنت عارفها قبل كده علشان ما تعملهاش تاني. اوكي، والشابتر اللي انا عايز اكلمكم عليه النهارده هو الشابتر لاب طعم فلامينكو. اوكي، في شابتر اسمه لاب طعم فلامينكو، خلينا اوريكم اهو. اوكي، الشابتر ده هو يعتبر الشابتر على اسم الكتاب عامه، والشابتر ده فيه بيقول لك حاجه مهمه جدا جدا. الدكتور محمد هنا بيقول لك اهميه ان انت تقول لا، اهميه ان انت تقول لا في وش اي حاجه ممكن تكون بتضايقك، اهميه انك تقول لا في وش اي مواقف ممكن تكون بتحصل يوم بعد التاني وانت بتكتشف انك منزعج فيها. هنا بيقول لك ايوه المواقف دي بتضايقك ما تعملهاش، ايوه الاشخاص دول بيضايقوك ما تقعدش معاهم، ايوه الشخص ده بيستنزفك ممكن تنهي العلاقه معاه. واهم حته في الشابتر من وجهه نظري الدكتور محمد فيها هنا بيقول من هنا وعلشان نتعلم ازاي نقول لا من غير ما نؤذي نفسنا او من غير ما نؤذي غيرنا بقدر الامكان، مهم نعرف ان في نوعين اساسيين من لا ونوعين استثنائيين هقولهم في الاخر. اولا في لا زي ترفيس الاطفال، لا عمال على بطال، لا على كل حاجه واي حاجه، لا بتاع العند والقمص والغبن، لا من اجل لا اللي هو انا عايز اقول لا وخلاص. ده مش النوع اللي بيفضله الدكتور محمد طه، ومش ده النوع اللي الدكتور محمد طه هنا بيتكلم عنه. والنوع ده من لا الدكتور محمد بيقول عليه ان هو بيهدم العلاقات وبيخسرنا اكتر ما بيكسبنا، ومش ده النوع اللي بيتكلم عليه الدكتور محمد في الكتاب. وهنا بيقول لك تعرف ازاي ان انت بتقول لا بتاع العند والقمص. بيقول لك هنا هتعرفها لما تلاقي نفسك بطلت تسمع الطرف الثاني، سواء كان ابوك امك او شريك حياتك، وعاوز اللي يسمعك وبس. لما تفكيرك يتحجر ودماغك تقفل على اللي انت مقتنع بيه فقط، لما ما تشوفش اللي قدامك وتبقى مش شايف غير نفسك، لما غضبك يغلب حكمتك، لما تقعد تلوم اللي قدامك وتحسسه بالذنب والتقصير من غير ما تشوف دورك ومسؤوليتك في الوضع اللي وصلت ليه. هنا دي لا بتاع العند والقمص. وقلنا ان الراجل تمام في العلاقات او في اي موقف، على فكره الراجل يا اما بيتغافل وينسى يا اما بياخد موقف. ما ينفعش راجل يتقمص، عيب عليك ان انت تكون بتتقمص. وبيتابع الدكتور محمد وبيقول لا من النوع ده بتضيع الحقوق وتزود المسافات وتعمق الشروخ. متخيل ان انت تيجي تقول لا علشان خاطر تدافع عن نفسك وما تاذيش اللي حواليك؟ لا، ده انت بتعملها بشكل عكسي وبتاذي نفسك واللي حواليك. وهنا بقى بيقول لك في لا تانية خالص، لا اللي تكبرك وفي نفس الوقت توصل رساله ايجابيه للي قدامك، لا اللي بتشوف فيها نفسك وغيرك في نفس الوقت، ولا اللي بتسمع فيها صوته زي ما بتسمع صوتك وبتقدر ظروفه زي ما بتقدر ظروفك، لا اللي بتبني وتصلح وتكسب، لا اللي تجيب الحقوق وتقرب المسافات وتجبر الكسور، لا اللي تغلب فيها الحكمه على الغضب. يعني يا دكتور محمد لما يوصلني من ابويا وامي رسائل سلبيه ما اقولش لا علشان ما يبقاش ترفيس؟ قال لك مين قال كده؟ تقول لا طبعا، بس قبل لما تقولها تعرف انك محتاج تعمل شويه حاجات. اولا انك تشوفهم على حقيقتهم، ثانيا هم مش بني ادمين، هم كمان ابوك وامك اللي ليهم عليك حق الاحترام والتقدير، ثالثا وده مهم جدا تحاول تحط نفسك مكانهم ولو لمده دقائق، رابعا تعرف وتتاكد ان اللي عملوه معاك حتى لو غلط فهو ده كل اللي عرفوه. وهنا برضو نقطه مهمه عايز اذكرها، كل اللي اهالينا عملوه معانا واحنا صغيرين سواء في التربيه او في التعليم او في اي حاجه احنا مرينا بيهم معاهم هو ده اخر اللي يعرفوه. فلازم نسامحهم على اي حاجه هم عملوها، لان ده صدقني اخر حاجه هم وصلوا ليها في تعامل.
وده برضو اللي هم اتعاملوا بيه وهم صغيرين، فبالتالي مفيش حاجه احسن من اللي هم عملوها معاكم وكانوا مخبيينها علينا. خامسا واخيرا الدكتور محمد هنا بيقول خلي في اعتبارك ان ما جاتلهمش الفرصه اللي جات لك، انك قاعد دلوقتي بتقرا وبتكتشف وبتزود وعيك، بتحضر محاضرات وتشوف فيديوهات وتسمع خبرات. العالم مفتوح عليك وانت مفتوح عليه من خلال نافذه صغيره في متناول ايدك، وهم ما كانش عندهم كل ده. فهنا بيقول لك ان انت تسامحهم برضو وتقدرهم يعني، وتعرف ان اللي هم عملوك ده اخر اللي هم كانوا يعرفوه، وان انت دلوقتي عندك القدره ان انت تطور في نفسك، وعندك القدره ان انت تعرف هو ايه اللي حصل معاك وتسامحهم، علشان خاطر انت تستاهل انك تعيش في سلام. انت تستاهل اللي بيكرهك، اللي حقد عليك، اللي غدر بيك، اللي عمل معاك اي موقف مش تمام. انت تستاهل انك تنسى الناس دي، مش عشان هم يستحقوا ده، لا، علشان خاطر انت تستحق ان انت تنسى، وانت تستحق ان انت ما يطلعش منك لا كره ولا حقد ولا يطلع منك اي طاقه مش احسن حاجه. وهنا ده كان الجزء اللي بيلقم الجروح في السلسله بتاعه النفسيه من فيديوهات اس بي في. اول فيديوهين من السلسله اتكلمنا عن كتاب الخروج على النص، تاني فيديوهين من السلسله اتكلمنا عن كتاب علاقات خطره، وفي الكتابين دولت فتحنا شويه جروح واتكلمنا عن شويه حاجات حصلت معانا. وفي الفيديو ده اتكلمنا عن كتاب لا بطعم فلامينكو، واللي عرفنا ان احنا نقول لا في وش كل الحاجات دي، عرفنا ان احنا نقول لا في وش الحاجات اللي احنا ممكن ما نكونش عايزين نكمل فيها، وعرفنا برضو ان في حاجات هي مضايقانا فعلا واحنا محتاجين نبعد عنها ونقول لها لا، علشان خاطر ما تكملش في سلسله الاذى اللي هي بتعملها لنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من اس بي في النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل ولايك للفيديو، وتعمل شير لو الفيديو عجبك لكل زمايلك اللي محتاجين يقولوا لا. وكل سنه وانتم طيبين، وابشر يا صديقي.